من مشارف منطقة قانية بين محافظتي مأرب والبيضاء. قذيفة هاون تسقط على موقع لرجال القبائل في إطار المواجهات الدائرة منذ أيام بينهم وبين مسلح الحوثي، لكن سرعان ما أتى الرد. القصف المتبادل بشتى أنواع الأسلحة بين الطرفين لا يكاد يتوقف. يحاول الحوثيون اجتياح مأرب كما يرى السكان من جهة البيضاء، لكنهم قوبلوا بمقاومة شرسة من جانب مسلح القبائل. قبائل سبع قبائل مسالمة وتودي السلم ولا تريد حرب، لكن هذه العصابة الشريرة فرضت علينا الحرب وسنموت عند أرضنا وسندحرها إن شاء الله. وضع تقول القبائل إنه جعل الحوثيين يطالبون بالتفاوض لإنهاء القتال، لكن وساطة قبلية تدخلت بين الطرفين فشلت في تحقيق ذلك. العدو يتكبد خسائر ونحن فقدنا مجموعة من الشهداء، لكننا لا نعتبر أنها خسارة، لأننا ندافع عن أرضنا وعن اليمن وعن الشرعية وعن الثوابت الوطنية. إلى مناطق المواجهات يتوالى وصول التعزيزات الأمنية والعسكرية من القبائل في مأرب، الذين يعدون العدة لمعركة يبدو أن أمدها سيطول. لا تنفصل الأحداث هنا عما يجري في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية، فمع تراجع خيارات العملية السياسية باتت القوة العسكرية هي وسيلة الحوثيين من وجهة نظر خصومهم لبسط سيطرتهم على المناطق الرافضة لانقلابهم. حمدي البكاري، الجزيرة من جنوب مأرب.